في الفيديو ده تعالوا نتعلم الموديل اللي انت اخترتوه، الموديل بتاع الاطفال، واوريكم ازاي تعملوه لاي مقاس طفل معين. يعني مش هعمله بمقاس معين واقول لك يلبس كذا، هوريكي مهما كان سن الطفل ازاي تعملي الموديل ده وتكون مظبوط عليه بطريقه سهله بسيطه. يلا بينا نبدا. اول حاجه طالما هعمل موديل او هعمل قصه معينه لازم اخد المقاسات، لكن مش هقولك انزلي مسافه معينه واعملي كتف حاجه معينه، لا احنا هناخد مقاس الطفل. والله الطفل من اول 3 سنين 4 سنين 5 سنين هنجيب الطفل ناخد له مقاسات معينه نرسم له بيها الباترون عشان يطلع على مقاسه بالظبط. طيب ايه المقاسات اللي انا هحتاجها عشان اعمل موديل زي ده؟ اول حاجه هحتاجها وهي عرض الكتف، وده باخده ازاي؟ باخده من العضمايه بتاعت دراع الطفل من هنا للعضمايه من الناحيه التانية. يبقى انا كده خدت حاجه اسمها عرض الكتف. هحتاج مقاسات ايه تاني؟ ايه؟ هحتاج دوران الصدر، هنلف المازوره حوالين الصدر بتاع الطفل وناخده كام سنتي. تاني مقاس. تالت مقاس ايه هو؟ طول الظهر، وده هقيسه ازاي؟ من كتفي كده من ورا، هنحط المازوره على كتف الطفل واخد المازوره من ورا لحد وسطه، يبقى من الكتف للوسط. يبقى انا خدت كام مقاس اساسي عشان ارسم بيهم الديزاين ده؟ 3 مقاسات اساسيه: عرض الكتف، دوران الصدر، طول الظهر، وهنبدا نرسم بيهم دلوقتي الباترون. فبالتالي الباترون اللي هيطلع على مقاس الطفل، من غير بقى ما ندوش نفسينا وده يلبس كام سنه ويلبس قد ايه. طبيعي. تعالوا بقى هشتغل معاكم على المقاسات اللي احنا اخدناها. خلاص اخدنا المقاسات، هبدا اجيب ورقه كده واروح سايبه من فوق مسافه 2 سنتي ومن الجنب 2 سنتي عشان لما اجي اقص اكون سايبه على الورق مسافات الخياطه بتاعتي. عملت زاويه قايمه كده، هبدا اخد منها الخطوط بتاعتي. طبعا الديزاين اللي انتم مختارين ده فيه كابيشو، فهشرح لكم الكابيشو ازاي نعمله. عملنا زاويه قايمه، من نقطه الزاويه هبدا اخد عرض الكتف مثلا خدناه للطفل كان مثلا 30، نصه 15 واطرح سنتي هيبقى 14، واخد ال 14 دي كده بالعرض. بعرض الكتف اللي قسته على الجسم هقسمه على 2 واطرح منه 1 سنتي. هاجي من العلامه اللي انا خلاص رسمتها وانزل ثابت 2 سنتي عشان اعمل ميله الكتف بتاعه الطفل. هاجي هنا عند المنتصف تاني وابدا ادخل وسع الرقبه. وسع الرقبه عندي هيبقى 5 سنتي، وسع الرقبه هيكون 5 سنتي ثابت، وابدا اوصل بقى العلامه اللي انا عملتها دي بميله الكتف. كده احنا عملنا الكتف تمام. هبدا اعمل الرقبه، هنزل من المنتصف هنا 1 سنتي واوصلهم بايدي كده عشان اعمل الرقبه. هنزل من هنا تاني 5 سنتي واعمل رقبه الامام. انا بحب ارسم الامام والخلف على بعض، بعد كده نشوف الامام لوحده ونشوف الخلف لوحده، وهقول لكم النقطه دي بتتعمل ازاي بعدين. طيب خلاص عملنا رقبه الامام ورقبه الخلف، عملنا الكتف. هبدا انزل عمق الابط بتاعه. طب هجيبه منين يا ايه؟ انا واخده 3 مقاسات اساسيه ما فيهمش عمق ابط. اجيب طول الخلف اللي انا قايساه على الطفل واقسمه على 2 واضيف له 1.5 سنتي. يعني لو طول الظهر بتاع الطفل 30 سنتي على 2 15 زائد 1.5 16.5، ونروح نازلين 16.5. طيب بعدين اروح اجيب دوران الصدر اللي قسناه على الطفل واقسمه على 4. يعني لو دوران الصدر كان 60 لما نقسمه على 4 هيدينا 15، وناخدهم بالعرض كده. بعد ما اخدناهم بالعرض هروح نازله بخط الكتف كده على خط الصدر عمودي، يعني نقطه الكتف احنا كنا رسمناها هننزل بيها عمودي، وبعدين بروح طالعه من زاويه المثلث دي 1.5 سنتي. يبقى انا نزلت بده خط مستقيم على خط الصدر، ومن الزاويه دي هطلع 1.5 سنتي وابدا ارسم البواط بالشكل ده. كده احنا عملنا البواط بتاعنا. باقي ايه؟ ان انا انزل طول الخلف، هنزله من فوق لتحت. اي اطوال بنزلها من النقطه دي. هنزل طول الخلف بتاعي احنا اتفقنا هيكون 30. بعدين هشوف خط الصدر كام سنتي ده وهعمل الخط الوسط قده، يعني نفس المسافه لفوق قد اللي تحت. بعد ما اخدها قده هدخل منها 2 سنتي ويبقى ده خط الوسط، واروح موصله بايدي. يبقى انا كده خط الوسط يا يبقى قد خط الصدر
يا يبقى اصغر منه ب2 سم. يعني اقيس المسافه دي واخد زيها تحت ينقص منها قد ايه 2 عشان الشتوي بيكون واسع ما يكونش ضيق على الوسط. كده احنا خلصنا كورساج باترون اطفال. ندخل على الكم والكابشو والجزء بتاع الجيبه اللي تحت هوريه لكم على القماش من غير باترون، وفي القص هتفهموا طبعا الدنيا بطريقه اوضح من كده. عايزين نعمل الكابشو اللي موجود في الصوره. هعمل ايه؟ اسال نفسي الكابشو ده بيتثبت فين؟ في الرقبه بتاعه الفستان. يبقى احنا محتاجين نقيس دوران رقبه الفستان بتاعه الامام طالعه 7، ورقبه الخلف طالعه 5. يبقى قست رقبه الامام ورقبه الخلف على الباترون. الامام طالعه على الباترون 7، والخلف طالعه 5. ارسم الكابشو ازاي؟ اول خطوه انا اجي ارسم اي باترون بروح سايبه زاويه قايمه كده عشان ابدا ارسم منها خطوطي. دايما اعمل زاويه قايمه كده وابدا اخد الخطوط بتاعتي منها. طب بعد ما عملت الزاويه القايمه هبدا اخد من هنا رقبه الخلف الاول اللي هما ال5 سم، بعدين اخد من ال5 سم دول رقبه الامام اللي هما ال7 سم. انا عملت زاويه قايمه، اخدت ال5 بتوع رقبه الخلف، بعد كده اخدت ال7 بتوع رقبه الامام. هاجي هنا عند الزاويه القايمه تاني وهطلع مسافه ثابته 3، واجي بصوا كده من ال3 واروح عامله كده. انا كده وصلت ال3 بالباترون. كده بقت دي ايه؟ دي كده بقت الرقبه بتاعتي اللي هتثبت في الجسم. طب الكابشو نفسه قال لي بعد ال7 دي سيب لي تنظيفه الكابشو اللي هم 2 سم مثلا. يبقى رقبه خلف رقبه امام 2 سم تنظيفه. بعدين ابدا اخد ارتفاع الكابشو من ال2 سم تنظيفه بتاعه الخياطه دي. طيب ارتفاع الكابشو بتاع الاطفال بيكون كام؟ بيكون 25 سم. انا هطلع لفوق 25. وعرض الكابشو هو نفس العرض بتاع رقبه الامام مع الخلف. هو الخط هنا مايل شويه فهظبطه كده ونقفل الباترون. طيب هل كده الكابشو خلص يا ايه؟ لا الكابشو لسه ما خلص. هعمل ايه؟ باجي هنا وادخل زاويه في حدود 4 سم وابدا من الباترون كده ابدا ارسم الدوران بتاع الراس عليها كده. بالشكل ده نكون رسمنا الكابشو بتاع الباترون اللي احنا هنقص عليه. تمام كده بقى لنا ايه؟ قلنا الكم. اول خطوات حاسه سريعه. الفيديو متاح فيه انك توقفي، فانت اسمعي الخطوه ووقفي ونفذي، اسمعي الخطوه ووقفي ونفذي. هبدا ادخل على الكم. هنرسم الكم ازاي؟ هوريكم طريقه سهله. اول حاجه هنا بقى مش هعمل زاويه قايمه، انا هنا هنزل مسافه ثابته كده 1 سم، ومن ال1 سم هنزل لتحت 10 سم. عملت خط كده في طرف الورقه ونزلت من الخط ده 10 سم. طب وبعدين هكون قايسه الدوران بتاع العضله بتاع الطفل. يعني ايه؟ يعني خلي الطفل يتني ايده كده وروح لفه المنظوره حوالين العضله دي. شوفها كام سنتي؟ مثلا طلعت 20 بروح ضايفه عليها 4 سنتي راحه عشان ما تطلعش ضيقه فبقت 24. بقسم ال24 دي على 2. ليه؟ عشان اخد نصها يمين الخط ونصها شمال الخط. يعني همشي نصها كده النص التاني كده. يبقى دوران العضله زودت عليه 4 سم وقسمته على 2 وخدت نصه كده وخدت نصه كده. طب ايه وبعدين بعيني كده هروح منصفه الخط ده واعمل خط بالطول، وبعيني تاني انصف الخط ده واخد خط بالطول. يبقى انا نصفت مين؟ من هنا لهنا نصفته، من هنا لهنا نصفته، في نص الخط خط بالطول. طب وبعدين استخدم عيني تاني والخط اللي واخداه بالطول ده هنصفه بالظبط وانزل تحتيه سنتي، والخط ده هنصفه بالظبط اهو واطلع فوقيه سنتي، واروح موصله بالشكل ده. كل اللي بعمله ده خطوات ثابته عشان ارسم الكم. طب وبعدين ابدا ارسم بقى دورانات الكم. هنا كده كاني نازله 1 سنتي، وهنا كده كاني طالعه 1 سنتي، وهنا كده كاني طالعه 1 سنتي،
وهنا كده كأني نازلة نص سنتي كده. انا عملت الراس الكم بتاعة الجسم. طيب وبعدين هكون قايسه طول الكم مع الطفل، يعني اقف بالمزوره هنا واقيس الطول بتاع الكم، زي ما يطلع ابداه من فوق هنا وانزله كده. يبقى لو طلع 30 40 50 اقف فوق وانزل الطول. طيب الوسع اللي تحتي ايه؟ هاخده ازاي؟ هاخده من ايد الطفل هنا، الف المزوره هنا حوالين ايد الطفل. لو اللفه دي طلعت مثلا 12 هتاخدي 6 يمين و6 شمال، 6 يمين الخط 6 شمال الخط، واقفل الكم بتاعي. الخطوات ثابته، بس لو هي جديده عليكي هتحتاجي انك توقفي الفيديو عشان تبداي تركزي فيها. وكده هنكون رسمنا الكم. احنا كده رسمنا الكورساج امام وخلف والكابيشو والكم. هنقف لحد هنا في الفيديو ده. الفيديو الجاي هبدا معاكم نقص الباترون واوريكم ازاي نقص الجزء اللي تحت وازاي نقفله بطريقه سهله وبسيطه، وهنشوف مع بعض الفينش. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.